السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة بتاعت بقى النهاردة ديت حاجة مختلفة خالص. هنجيب بقى تاريخ جرائم الحرب في بدايتها من أول الحضارة الفرعونية بتاعت مصر القديمة ديت لحد ما نوصل لسنة 1949 اتفاقية جنيف. اتفرجوا معانا على الحلقة الحلوة دي. بمعنى أصح الفيديو ده هياخد إيه؟ من سنة 1750 قبل الميلاد لسنة 1949، يعني بتاع حوالي 3750 سنة. حاجة حلوة كده على ذوق. تعالوا بقى اتفرجوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن جرائم الحرب وعرفنا معناها، وعرفنا الأساس بالنسبة لها اللي هو لازم يكون في قانون، علشان خاطر يبقى في قانون الحرب نخلي في القانون وفي عقوبة، يبقى احنا كده ايه العملية تمام. فعشان كده احنا المرة دي في الفيديو ده هنجيب ابتدت ازاي القوانين تطلع من بدايتها لحد ما نوصل لاتفاقية جنيف سنة 1949. نبتدي معانا بالقوانين، وابتدت ظهور القوانين في العالم ابتدت من العالم القديم خالص. ابتدت معانا منين؟ من العراق على حسب ما بيقولوا سنة 1750 قبل الميلاد. 1750 قبل الميلاد كان العالم موجود في حاكم في بابل اسمه حمورابي. حمورابي ده جه عمل ايه؟ جه عمل شوية تشريعات وشوية قوانين علشان خاطر الدنيا تمشي عليها. بس القوانين ديت رغم كل شيء ما كانش لها دعوة بمين؟ بالحروب. يعني انت بالنسبة لك مباح لك في الحرب اللي انت عايزه. ساعة ما يجي لك واحد وتقصره ولا تاخده كذا من حقك، يا اما تموته يا اما تاخده عبد. يبقى الحوار بالنسبة له في قانون الحرب بالنسبة له ده خلص. وده كان بالنسبة لهم بداية التشريعات. تمام؟ يبقى كان داخلي اكتر منه ايه؟ بنظم دولة، لان ما كانش فيه مجتمع دولة قد كده. بعد منهم بشويتين ظهرت قوانين عندنا في مصر برضو، ديت بنسميها قوانين مين؟ حور محب. حور محب كان سنة 1320 قبل الميلاد. حور محب برضو كانت العملية بالنسبة له برضو مش عالمية زي ما هي ايه بتنظم القوانين في الدولة، بس كان في تاتش صغير خالص كده، كان بينظم العلاقة ما بين الجيش وجنود الجيش والناس بالنسبة للفلاحين ومين؟ والعمال بتوع المعابد او اصحاب الناس اللي في قلب المعبد ذات نفسه. فالعمليه كان بالنسبه لهم ايه؟ فض الكلام ده كله خالص ونظم كل الكلام ده كله. ما يمنعش برضو اللي كان في مصر القديمه برضو قوانين من قبل كده حتى لو مش مظبوطه اللي هي في كذا. مثلا عندنا احنا المحاكمات بتاعه الموتى، كان من ضمن محاكمات الموتى بيتبرأ الواحد قدام 42 قاضي على عدد اقاليم مصر القديمه. تمام كده؟ اقاليم دي زي محافظات عندنا دلوقتي. قدام منهم كان بيتبرأ، ومن ضمن الحاجات اللي كان بيقعد قدام منها يقول لهم انا ما عملتش كذا، انا ما سرقتش، انا ما زنتش. من ضمنها كان بيقول لك ايه؟ انا لم الوث ماء النهر. فديت كانت من ضمن المشاكل. يعني انا بالنسبه لي انا ما لوثتش ماء النهر، ديت كانت بتبقى مشكله. ما تلوثش ماء النهر، نهر النيل اللي احنا بنشرب منه ميه الحمد لله بفضل ونعم من عند ربنا. فالقوانين دي كانت مكتوبه فين؟ كانت مكتوبه في كتب الموتى، يعني موجوده في متون الاهرام ممكن. يعني احنا كده تاريخ قديم قوي، مش من سنة 1320 زي ما الناس بتتكلم، لا اكيد من قبل كده. فاحنا اكيد عندنا تاريخ من قبل كده للقوانين حتى لو مش مكتوبة علنا، بس كان في قوانين اهو. يبقى احنا بالنسبة لنا القوانين بالنسبة للقوانين نفسها قديمة شويتين. نكمل بعد كده ونشوف التاريخ هيتكلم يقول ايه. بعد ما الحوار بتاع حور محب خلص، ابتدينا نخش في دايرة تانية خالص من بعد سنة 1300. الاشوريين. الاشوريين كان بالنسبة لهم اهم حاجة بالنسبة لهم ساعة ما بيخلصوا الحرب بيصوروا كل ما هو مشاكل في الحرب على جدران المعابد. ليه؟ عشان يخوف بيه الاعداء اللي هيجي له بعد كده، ما يجيش واحد يستهزئ بيه ولا يستهتر بيه، لازم يقول له اللي هو قوي. طب ده كان بره في قلب العراق. طب كان في مصر كانت الدنيا ماشيه ازاي؟ احنا بنتكلم برضه في نفس الحقبه من سنه 1300 وانت طالع وانت جاي، عشان خاطر ابتدت التواريخ تقل. تمام؟ جه بقى عهد مين؟ رمسيس الثاني. رمسيس الثاني كان حكايته حكايه ليه في التاريخ كله؟ لان هو اول واحد عمل معاهده سلام. معاهده سلام معاهده سلام، يعني هيتبادل الاسرى والجنود، ومش كده وبس، عمل اتفاقيه اللي هي الحمايه المشترك. يعني بقى في جيش عالمي لما يجي حد يضرب الزميل الاولاني اضربه، ولما يجي يضرب الثاني اضربه. كانت اتفاقيه سلام اول. ولحد رمسيس الثاني واتفاقيه السلام ما بين المصريين والحسيين، تمام كده، اللي هم بلاد الاناضول اللي هم في تركيا. نقول لكم اللي ذاكره التليفون كانت امتلت، ونكمل الفيديو اللي جاي بعد ما افضي مساحه من الذاكره، ونكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي. نكمل من اول الحسيين يمكن نوصل لحد اتفاقيه جنيف او بعدها بخطوتين، مش هتفرق كتير. اشوفكم في لقاء جديد، وما تقلقوش احاول اوسع لكم شويه من ذاكره التليفون. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.